اللي في الصورة ده دكتور سعيد رضوان، أخصائي مخ وأعصاب من أشهر أطباء مدينة طنطا. قضيته من أهم قضايا الرأي العام 2025، واللي بتأكد لنا إن كتر الإحسان مع الناس الغلط بتأدي للطمع، وفعلا اتقي شر من أحسنت إليه. يوم الواقع شهر يونيو 2025، الأسرة بتتصل عليه لكن تليفونه مغلق، فبيتصلوا على سيدة الخدامة اللي بتنظف له البيت علشان تروح الشقة تشوف دكتور سعيد تليفونه مقفول ليه. وفعلا الست سيدة بتروح الشقة وتخبط لكن محدش بيرد، فبتستعين بالبواب علشان يكسروا باب الشقة، وفعلا كسروا الباب وسيدة دخلت، لكنها اتفاجئت بدكتور سعيد موجود في غرفته واقع على الأرض، ايده ورجله مقيدين بالحبال وملفوف حوالين بقه قطعة قماش، وحوالين رقبته موجود زريق. سيدة بتصرخ وبتستعين بالجيران وبيبلغوا رجال الأمن، وبوصولهم بيتم معاينة الشقة. ما كانش في أي كسور في الأبواب أو الشبابيك، والأدلة الجنائية بيرفعوا البصمات. من المعاينة المبدئية واضح إنها جريمة سرقة، لأن كان موجود بعصرة في محتويات الشقة، ده غير إن الهاتف المحمول الخاص بدكتور سعيد مش موجود. فتم تحويل الجثة للطب الشرعي بمستشفى المنشاوي. دكتور سعيد 75 سنة، عايش لوحده في الشقة ببرج كبير، عنده مركز طبي شهير بطنطا، وعنده شركة كبيرة للتكييفات في محافظة الجيزة. معروف بين الناس بسيرته الطيبة وهدوء الشديد، علاقته محدودة بالناس اللي حواليه، لكنه إنسان خير جدا، بيحب يساعد كل اللي حواليه، سواء العاملين عنده بالمركز أو الشركة أو حتى الناس اللي بيترددوا عليه أو المحتاجين. ومعظم وقته لا إما في الشغل أو في قراية الكتب. بفحص علاقات دكتور سعيد ما كانش له أي خلافات مع حد، محبوب من كل اللي حواليه. في الفترة الأخيرة ما بقاش يتردد على المركز الصحي بتاعه أو حتى الشركة بسبب مرضه، لكن اللي كانوا بيترددوا عليه داخل شقته كانوا أشخاص محددين، ودول كان المشتبه فيهم بواب العمارة اللي كان بيجيب له طلبات البيت أو يدفع فواتير الغاز والكهرباء، وممرضة عنده كانت بتجيله علشان تجيب له الأدوية اللازمة وتساعده لو محتاج حاجة، تركيب محلول، تتابع الضغط والسكر. وتالت واحدة كانت الخادمة سيدة اللي كانت بتنظف البيت وتعمل الأكل. ورابع واحدة هي صاحبة كشك سوبر ماركت، كانت بتجيب له الطلبات من الماركت. وكل واحد فيهم كان بيتردد على دكتور سعيد، سواء لما دكتور سعيد يتصل عليهم لو محتاج منهم حاجة يعني، أو هم يروحوا له يسألوا عليه لو محتاج منهم حاجة. بسؤال رجال الأمن للبواب آخر مرة شاف دكتور سعيد إمتى؟ قال آخر مرة لما طلبه علشان يجي يدفع له فاتورة الكهرباء والغاز، وحاسبه واداله الفلوس بزيادة لأنه كان إنسان خير جدا معاه، ومن وقتها ما شافوش. فالبواب بعدها اتصل عليه أكتر من مرة، لقى تليفونه مغلق، فطلع له الشقة يخبط عليه، محدش رد. فالبواب افتكر إن دكتور سعيد سافر الجيزة لأنه كان بيسافر كل فترة. وبسؤال الممرضة آخر مرة شافت دكتور سعيد إمتى؟ قالت إنها آخر مرة دكتور سعيد اتصل عليها علشان تروح له وتساعده في أخذ العلاج، ومن بعدها ما راحتش تاني الشقة ولا هو اتصل عليها. وقالت إنها اتصلت عليه أكتر من مرة لكن تليفونه مغلق، وهي ما شكتش في حاجة، ودي كل المعلومات اللي عندها. وبسؤالها لو راحت له الشقة علشان تطمن عليه، الممرضة قالت مستحيل تروح لدكتور سعيد الشقة إلا لو هو طلبها، لأنه كان له هبة في المركز بتاعه، وعلاقتها بيه ما تسمحش إنها تروح له الشقة بدون إذنه. وبسؤال سيدة الخادمة آخر مرة شافت دكتور سعيد إمتى؟ قالت إنها بتروح له كل أسبوع تقريبا مرة علشان تنظف البيت وتطبخ أكل الأسبوع، وبتسيبه في التلاجة، وكل مرة بتروح له في نفس اليوم اللي هو يوم الجمعة. وأول جمعة عدت عليها راحت وخبطت زي العادة من غير ما هو يتصل عليها، لكن محدش رد، فافتكرت انه سافر الجيزة. فوقتها قالت لنفسها انها مش هتروح تاني غير لما هو يتصل عليها، لان المسافة من بيتها لشقة دكتور سعيد كانت بعيدة عليها جدا. وبسؤال عفاف صاحبة كشك الماركت قالت إنها كانت بتتردد على دكتور سعيد لما بيتصل عليها يطلب منها طلبات، فكانت هي اللي بتروح له على طول علشان تودي له الطلبات. وبسؤالها ليه ما بتديش الطلبات للبواب هو اللي يطلعها، قالت إن دكتور سعيد كان دايما بيساعدها ماليا لأن ظروفها المادية على قدها، علشان كده هي اللي كانت بتروح. لكن آخر فترة دكتور سعيد ما اتصلش عليها، فهي انحرجت إنها تتصل عليه علشان ما يفتكرش إنها عايزة مساعدة، خصوصا إنه كان بيديها فلوس دايما بزيادة، فكان عندها استحياء منه. رجال الأمن ما وصلوش لحاجة من المشتبه فيهم، فتم تحويلهم للطب الشرعي لمطابقة بصماتهم بالبصمات الغريبة اللي موجودة في مسرح الجريمة، فلم يتم التطابق لأي واحد فيهم. رجال الأمن ما كانش قدامهم غير حلين، أول حل يتبعوا الهاتف المحمول بتاع دكتور سعيد علشان يوصلوا للقاتل، وده كان شبه مستحيل لأن الموبايل مغلق وما ينفعش يتم تتبعه إلا لو الموبايل اتفتح. وتاني حل كان قدامهم هو مراجعة الكاميرات اللي موجودة في الشارع والمنطقة، وبمراجعتها
الكاميرات ما كانش فيها اي حاجه غريبه، ميعادها سيده متسوله كانت ماشيه اتجاه البرج، وللاسف قصاد البرج ما كانش فيه اي كاميرا موجهه على المدخل. المهم ان السيده المتسوله دي كان معاها راجل مشيوا اتجاه البرج، وبعد ساعه تقريبا رجعوا من نفس الطريق، لكنهم كانوا بيمشوا بسرعه كبيره كانهم بيهربوا من حاجه. فبمراجعه الكاميرات من الشارع التاني من العماره، السيدة والراجل ما كملوش الطريق أصلا، ومعنى كده إنهم كانوا موجودين عند البرج لمدة ساعة. فإيه السبب اللي خلاهم يجروا بالطريقة دي؟ رجال الأمن عرضوا صورة السيدة المتسولة والراجل على بواب العمارة والخادمة والناس اللي موجودين في الشارع. البواب والخادمة قالوا إنهم يعرفوا المتسولة دي، لكنهم ما يعرفوش مين الراجل اللي معاها. المتسولة هي حسنات، ست بسيطة بتطلب المساعدة في الشارع. دكتور سعيد شافها أكتر من مرة في شارع في منطقة تانية خالص، فكان بيساعدها ماديا، ولما تعب الفترة الأخيرة اداها عنوانه علشان تعدي عليه في الشقة علشان يساعدها ماليا لأنه مريض وما بقاش ينزل. وفعلا حسنات كانت كل فترة تعدي على دكتور سعيد في شقته، يفتح يشوفها يدخل يجيب لها الفلوس ويديها لها وهي تمشي، ودي كل علاقتها بيه. وخلال تردد حسنات عليه في شقته في اوقات مختلفه عرفت انه عايش لوحده. الممرضه بتجيله الصبح قبل ما تروح المستشفى، الخادمه سيده بتيجي مره في الاسبوع تنظف البيت وتطبخ وتمشي. وده الكلام اللي حسنات قدرت تعرفه من بواب العماره من كلامها معاه. وخلال 48 ساعه من الواقعه رجال الامن كانوا شكوا في حسنات. المفاجاه ان في نفس الوقت كان تليفون دكتور سعيد اتفتح ووصلت اشاره بمكانه. فورا رجال الامن بيتحركوا لمنطقه الكرشي مكان بيت حسنات، وبيتم القبض عليها هي والشخص اللي معاها، وكان زوجها وبيشتغل مبيض محاره، وكان معاهم الموبايل وبيفتحوه علشان الزوج ياخده ويبيعه. وتم القبض عليهم واخدوهم لاسم شرطه اول طنطا للتحقيق معاهم وبمواجهتهم بقتل دكتور سعيد وبتلبسهم بالمسروقات اللي كانت معاهم 5000 جنيه والموبايل. حسنات والزوج انكروا ان ليهم علاقه بالواقعه، فتم تحويلهم للطب الشرعي لمطابقه بصماتهم وتم التطابق. وبمواجهتهم بكل الادله دي حسنات بتعترف بالواقعه وقالت ان الدكتور سعيد كان دايما بيساعدها بمبالغ ماليه كبيره، وده اللي خلى الطمع يعمي قلبها، وقعدت هي وزوجها يخططوا لسرقه الدكتور سعيد، خصوصا انه كان عايش لوحده، وقالوا انه اكيد معاه فلوس كتير في الشقه. لكن لما دخلوا ودوروا على مسروقات ما لقوش الا 5000 جنيه والموبايل. وبسؤالها عن الواقعه وازاي خططت ليها قالت انها كانت عارفه مواعيد الناس اللي بيترددوا على دكتور سعيد، ده غير كمان انها كانت بتروح كل فتره الشارع هناك وتقعد فيه تتسول علشان تراقب البرج وتشوف مين اللي بيتردد عليه، وكمان علشان تراقب مواعيد البواب، ده غير كمان علشان يكون وشها مألوف للناس اللي موجودين في الشارع، ولما تحصل الجريمه محدش يشك فيها. ويوم الواقعه راحت هي وزوجها في الوقت اللي البواب فيه مش موجود، وخبطت على دكتور سعيد، وبمجرد ما فتح لهم الباب الزوج سحبه على جوه الشقه على طول، وحسنات دخلت وقفلت باب الشقه وراها. الزوج كان دخله غرفه النوم علشان صوت دكتور سعيد يبقى بعيد عن مدخل الشقه، واول ما زوجها ضربه وقع على الارض، فالزوج قعد عليه علشان يشل حركته، وحسنات طلعت حبل من تحت الجلابيه بتاعتها وربطت ايده بسرعه، والزوج اخد قماشه ولفها على بق دكتور سعيد علشان يكتم صوته، وهي ربطت رجله بالحبل. وفي نفس الوقت الزوج كان بيضغط على رقبته جامد، وخلال دقايق كان بقى جثه. وبعدها دوروا على المسروقات اللي كانت 5000 جنيه موبايل وهربوا من غير ما حد يشوفهم. وحاليا جاري محاكمه المتسوله وزوجها، وان شاء الله ياخدوا اعدام. وده يخلينا ناخد بالنا من الخير اللي بنعمله يكون بعقل وحذر، ومين اللي يستاهل المساعده بجد، لان كتر الاحسان مع الناس الغلط بيؤدي للجشع والطمع.